كلام كبير بحق فريق بحجم برشلونة. قال بيقولوا انه حارس المرمى هو نصف الفريق، بس حابب اخبركم اليوم انه جوان كارسيا هو الفريق كله. اوف، كلام كبير بحق فريق بحجم برشلونة. بالعكس، برشلونة ممكن يمر بفترة تدني بالمستوى، وخاصة انه برشلونة متصيد الليغا حاليا، يعني فترة الهبوط والصعود واردة جدا، بس المو ممكن هو امتلاكك لحارس مثل جوان غارسيا. من حق اي فريق كبير حول العالم يضم لصف افضل الحراس، ضروري حتى يقدر يجاري الانديه اللي بتنافسه في اوروبا. اكيد، بس السنوات اللي مرت بعدم وجود حارس بحجم جوان مع البارسا اضاع عليهم كثير بطولات كانوا اقرب لتحقيقها بوجود حارس بقيمته. بدا ينتابني احساس ان الوصف خرج عن الحقيقه وفي نوع من التطبيل الزايد. لا تخاف، انا مهمتي اعطي كل لاعب حقه بالتقييم، مو لانه جوان عمل كم تصدي اليوم رح اثبت للناس انه هو افضل حارس بالعالم. لك نشوف. لحد الان عم حاول اوصل لمعنى لكلامه وما قدرت. جوان غارسيا اليوم قدم مستوى ابهرنا فيه جميعا، وهالمستوى بيتزامن مع صيحات واستهجان جماهير اسبانيول طوال 90 دقيقة. جوان اكيد سمع وحضر كلام الصحف وقرأ اللي عم يتجهز مشان استقباله بالملعب، كان عنده احساس انه الموضوع ممكن ما يمر على خير. ومع هيك كان جوان غارسيا واقف بالملعب وكأنه غير مقصود بكل اللي عم يدور بالملعب وخارجه. بتحسه كان بيستمد طاقته من هي الصيحات وبيتغذى على استهجان الجماهير. ايوه، لهيك بتحكي على انه صيحات جماهير اسبانيول هي اللي قدمت الفوز لبرشلونة اليوم. ايه صح، برشلونة ما كان بنفس المستوى والاداء اللي تعودنا عليه قبل العطلة باخر 8 مباريات، بس انا متاكد انه كل مشجع برشلوني كان محضر نفسه لهيك فترة او لهيك مباراة يكسب من خلالها 3 نقاط باقل مجهود يذكر. بس لولا الحارس كان برشلونة صعب يطلع ب3 نقاط. ما هو هذا المقصود من وصفي لجوان غارسيا اللي انت قلت عنه مبالغة، بعيدا عن رجل المباراة والتصديات المهمة اللي قام فيها، بس في لاعبين عملوا اداء محترم خلال المباراة ويستحقوا على الاقل الذكر. حلو، انا هذا اللي بدي اسالك عنه، شو رايك بفيرمين واولمو ومارتن؟ على سبيل المثال مارتن بدا ينسيك انك بحاجه لمدافع وعم يعطيك 200% بكل مباراه، ورايح مستواه في تطور خطير بيهدد خط دفاع برشلونه بالكامل. فيرمين تكلمت عنه باكثر من مناسبه وقلت عنه هذا اللاعب من اكثر اللاعبين الفعالين بالفريق، ولازم بكل مباراه تقريبا يكون عنده مساهمه تهديفيه. اولمو قبل ما يغيب للاصابه كان مسجل هدف، واليوم باول مباراه حتى باول دقائقه كمان سجل هدف. بس حابب اعطي كوندي وبالدي حقهم من المدح والثناء، لانه اللاعبين الاثنين بيقدموا مستوى رائع على مستوى الهجوم والدفاع، ولهم تاثير في الخط الخلفي. طبعا كل لاعب له اسلوبه وطريقته باللعب، بس يجب على المشجع ان يقوم بالتركيز على ما يقدموه داخل ارضيه الملعب. مبروك جماهير وعشاق برشلونة عودة فارق ال7 نقاط في ترتيب الدوري.